أهلا أهلا، السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة Motivate Moroccan Girls. مرحبا بقاع الغزالات والفنات عندي في القناة. بودكاست جديد، وهذا البودكاست غادي نهضروا على كيفاش نقدروا نحققوا الجلو اب، ولا شنو هو الجلوين اب. فهذا الموضوع مهم بزاف لينا كاملين كنساء عامة. فاليوم غادي نعرفوا كيفاش والطريقة الصحيحة والصحية باش نديروا هاد الجلواب. وكما عارفين انه الجلواب كنديرو من بعد واحد المدة في حياتنا، وواحد المرحلة صعيبة من حياتنا، ولا من بعد واحد الكسل. فكنبغيو يعني نجيو ونبدلو كل شيء ونبداو تاني من جديد. وهنا فين كيكون داك الجلواب. الا كنتو كتفكروا كيفاش تحسنوا حياتكم صحتكم يعني ومظهركم، اهم حاجه هي الصحه النفسيه. هذا البودكاست غادي يكون مهم جدا لكم ان شاء الله. فيلا هنبداو. فبدايه غادي نعرفوا شنو هو ولا شنو كتعني جلواب. بزاف ديال الناس يعني كيربطوا هذا المصطلح بالمظهر الخارجي فقط. وأول حاجة خصنا نفهمو يعني شنو كيعني. في الحقيقة الجلواب هي نقدر نقولو شي حاجة شاملة يعني. الجلواب كيشمل كل يعني أي حاجة كتخصنا. فمثلا يعني من اللباس، مثلا المكياج، البشرة الصافية، يعني قاع دوك الجوانب الخارجية. وكذلك هو التحول اللي كيكون على مستوى العقل والنفس والجسم طبعا. فخاصك تكوني يعني فعلا مرتاحة من الداخل ديالك باش يبان فريمون داك الجلو اب على برا، يعني في المظهر الخارجي ديالك كما قلنا من قبل. وإلا عندنا يعني في الداخل ديالنا إلا كنا مرتاحين في الداخل ديالنا، فأكيد المظهر الخارجي غادي يبان حتى هو بطريقة اللي مزيانة، وغادي تكون واحد الانرجي اللي مزيانة كت كت كتحيط يعني بلوكور ديالنا إن صح التعبير. فكذلك يعني أنه نطوروا راسنا يعني في طريقة تفكيرنا وفي صحتنا النفسية. ومن هنا غادي يكون عندنا داك التغيير اللي أولا بغينا نشوفه في ريوسنا، وثانيا اللي غنبغيو حتى الناس كاملين يشوفوا فينا. فغنبداو بأول خطوة إن شاء الله اللي هي الصحة النفسية والعقلية. فحقيقة أول حاجة خصنا نهتم بها هي العقل والصحة النفسية. يعني واش عمرك يعني سولتي راسك يعني هاد القلوة منين غنبداه يعني فيما يخص الحالة النفسية ديالتي. فهنا بغيت نقول واحد النقطة، أنه بزاف ديال الناس كيعيشوا حياتهم وهم غافلين على داك يعني داك الضغط اللي كيديروا على راسهم. يعني شنو كيعني هاد الشيء؟ كتكوني ضاغطة على راسك في كاع النواحي، مثلا في أبسط الأمور كتستريسي راسك، كتضغطي على راسك، مع العلم أنه في الحياة باش تسلك الأمور خصك تكوني غادا معها هكا، كتمشي معاها ماشي كتضغطي على راسك. فمن بين الخطوات اللي يعني نقدر نقول أول خطوة اللي خصك ديري في هذا الأمر هي تخلصي ولا تبعدي من الناس اللي سلبيين وطاقتهم سلبية. يعني حاولي تراقبي مع من كتعيشي، مع من كتعايشي، شكون هما صحابك، مع من كتهضري. واش مثلا دوك الناس اللي في لونطوراج ديالك واش كيشجعوك كيعاونوك، ولا غير كيحطموك وكيعطوك يعني غير الهضره الخايبه والقاصحه. يعني الناس السلبيه خاصك فريمون يعني تبعدي عليهم وتخرجيهم من حياتك بصفه نهائيا. بلوك بلوك بلوك. حتى إلا كانوا قراب منك حاولي تتفاديهم، حاول تقلي داك الكونتاكت معاهم، غيكون افضل لك. ف فاش تلاحظي بلي شي واحد يعني ما كيعطيكش داك التأثير الإيجابي، حاولي تقللي من الوقت اللي كدوزي معاه وغادي تشوفي تغيير أكتر. فهنا كنفضل 100 مرة نبقى بوحدي على أنني نبقى مع إنسان اللي كينشر فقط الطاقة السلبية وكيعطيني فقط الطاقة السلبية والهدرة اللي غتقلل مني، ولا اون جينيرال سلبية.
تاني نصيحة نقدر نعطيها ليك هي خدي الوقت للراحة والتأمل، كيما عاد يلاه قلتلك من الأفضل أنك آه تبقاي زعما 100 مرة مع راسك على أنك تكوني مع يعني الناس اللي غلط في حياتك. شي مرات خصنا نوقفو شوية مع ريوسنا ونتأملو في الوقت ديالنا وفي حياتنا، وضروري نلقاو هكا بعض الأوقات ديال الهدوء كسوا في داك الصباح بكري عند الفجر ولا بالليل قبل ما تنعسي، يعني وركزي على ديك الذات ديالك وسوليها شنو بغات شنو الأغلاط اللي دارت يعني تهضري يكون واحد الحوار مع راسك، يعني ها شنو خصني نبدل هاد الشي هاد الغلط درتو ما غنعاودش نديرو. الطريقة ديال الهضرة ديالي ما غنبقاش نهضر بهاد الطريقة يعني يكون داك الوقت مع راسك تعطيه لراسك باش تبدلي بزاف د الحاجات يعني في طريقة التفكير ديالك وحتى مع راسك. وكل يوم حاولي تخصصي يعني ولو 10 دقايق باش تبقاي بوحدك وتتأملي في كل شيء، يعني فكري في حياتك في أحلامك في الأهداف ديالك اللي بغيتي توصلي ليهم. وعلى ذكر الأهداف كنا هضرنا عليهم في هاد الفيديوهات جوج فيديوهات الآخرين، خصنا نعاودو يعني نفكرو في الأولويات ديالنا، وهاد اللحظات غادي تعاونك باش تكتشفي يعني بزاف ديال الأمور فيك اللي كتهمك وكتهم شخصيتك وذاتك. وهذا الشيء غادي يزيدك أو يعني أهم حاجة غادي تزيدك يعني هاد النقطة ديال أنه تكوني مع راسك، هي الثقة ديالك في راسك فعلا. ثالث نصيحة في هاد الخطوة ديال الصحة النفسية والعقلية هي تقبل النفس. أكتر حاجة مهمة هي أنك تقبلي راسك كيف ما كنتي، تقبلي لاكور ديالك كيما انتي فريمون كيما انتي. خصكي دايما تكوني فخورة براسك، بداك الشي اللي وصلتي ليه ولي زيفور اللي كديري يوميا. وكل يوم قولي لراسك باللي فريمون مازال غادي باغا تزيدي لقدام، مازال باغا تطوري من راسك ودعمي راسك براسك. يعني داك الدعم الذاتي هو السر الأساسي يعني في الطريق ديال هاد الجلوين اب. وحتى فاش كتقبلي راسك كيما بغيتي تكوني، خصكي تفتخري بأي حاجة درتيها واخا تكون بسيطة. كنتي أم ولا كنتي ربة بيت، افتخري بكونك أنك في الدار وكديري بزاف ديال لي زيفور باش ديك الدار تبقى نقية، باش ديك الدار تبقى زوينة. بقاي كوني فخورة بطيابك بالماكلة اللي كديري. كنتي كتقراي كوني فخورة بقرايتك اللي كتقراي. كنتي أي حاجة بسيطة في حياتك كوني فخورة زعما بداكشي اللي كديري. وديما قولي يعني كلمة زوينة، ما تسناش من الناس الاخرين يقولوا لك كلمة زوينة، انتي غتقولي كلمة زوينة راسك. انا قوية، انا زوينة، انا قادرة نحقق احلامي، انا فخورة براسي، انا زوينة من الداخل ومن برا، انا ظريفة مع الناس، انا رحيمة مع الحيوانات وانتي غادة. فهاد الدعم النفسي كيكون عنده تأثير كبير في تطوير الشخصية ديالك. وكذلك بغيتكم يعني في هذا الموضوع ديال تقبل النفس، تقبلي راسك كيما انتي. يعني وجهك فيك حبوب راه سي نورمال، كاع الناس كيكونوا فيهم الحبوب، كتكون واحد لابيريود كيكون فينا الحبوب من بعد كيمشيو وحنا غاديين نتقبلوا لاج ديالنا، نتقبلوا التغيرات ديالنا. فريمون خصنا نعطيو قيمة لراسنا و نتقبلوا راسنا كيما حنا. والخطوة الثانية في هاد الجروين اب هي العناية بالصحة الجسدية. الو هنا في الصحة الجسدية بعد ما كنبداو نخدمو على العقل والصحة النفسية، خاصنا نهتمو كذلك يعني بالكور ديالنا، واللي هو كيعاوننا باش نعيشو ونتحركو ونعيشو الحياة اليومية ديالنا ونديرو دي موفمون. فهمتوا يعني ماشي معقول اننا نهملوه حتى هو. وهنا غنعطيكم بعض الحويجات اللي خاصك تخدمي عليهم في يعني بخصوص العناية بالصحة الجسدية. أول حاجة وأهم حاجة هو النوم الكافي. بعض المرات الناس كيستهنوا بالنوم ديالهم، كيبقاو يسهروا حتى لواحد الوقت بالليل، ويعني مع العلم أن النوم هو سر الصحة ديال العقل والجسم.
فاش كتنعسي يعني نوم كافي عقلك يكون دائما مرتاح والجسم ديالك كيتعافى يعني من قاع دوك الأفكار السلبية وداكشي كامل يعني كيتعافى منو راسو غير بالنعاس. حاولي تنعسي ما بين 7 السوايع و8 السوايع كل ليلة باش تبقاي نشيطة وتقدري تخدمي وتقضي أمورك يعني النهار يدوز مزيان وتخدمي على أهدافك وانتي غادا. تاني حاجة هو الأكل الصحي. الأكل الصحي كيلعب فغيمون واحد الدور كبير في كيفاش كتحسي براسك. يعني كلشي كيكون من كيفاش غنقول لكم من داك الأكل الصحي. فكل حاجات الصحية بحال لي فخوي لي ليغوم يعني مثلا إلا كنتي كت يعني كتعجني الخبز مثلا سيما تعجنيه بالدقيق الكامل. الأكل الغني بالفيتامينات والمعادن كيعاونو يعني لو كور ديالك باش يبقى دائما في صحة مزيانة، وكيأثر كذلك على البشرة ديالك والشعر ديالك. وماشي ضروري يعني تكوني متشددة. ف ولكن حاولي ديري توازن بين الماكلة يعني اللي كتفرحك والماكلة اللي كتغذي الجسم ديالك، مع العلم أنه يعني دابا نقدروا نقدو ماكلة كتفرحنا وفي نفس الوقت كتغذي الجسم ديالنا. وهنا غادي ندخل عاوتاني فواحد التحدي حاولوا ديروه مع ريوسكم، أنه مثلا نهار واحد النهار في السيمانة غيكون يوم كامل صحي. غنفطر بأكل صحي نتغدى أكل صحي يعني الماكلة ديالي تكون صحية والعشاء كذلك. تالت نصيحة هي الرياضة والحركة. فماشي ضروري تمشي لشي نادي ولا شي يعني هكا شي سونتر دو سبور ولا شي حاجة بحال هكا وتمارسي الرياضة القاسية يعني والتمارين المقاومة وداكشي كامل، ولكن الحركة ضرورية حتى لو غير تمشي غير شوية كل يوم يعني واحد 30 مينوت هكا. ويعني ولا ديري هكا حركات بسيطة يعني في الدار مثلا في الصباح تنوضي وديري دوك الحركات هكا بسيطة يعني غير في دارك ولا في بيتك. هاد الشي غادي يخلي الجسم ديالك ناشط وصحي. والرياضة فعلا ودائما هي كتعاون في تحسين المزاج وكتزيد الثقة في النفس. وحاولي هكا تخصصي واخا وقت صغير يومي للحركة، وكما قلت لكم ضروري تمشاو 30 دقيقة في النهار. فغادي ندوزو يعني النصيحة الثالثة يعني في الجلوين اب اللي هي العناية بالبشرة والمظهر الخارجي. من بعد ما كنهتمو بالصحة العقلية والجسدية يعني كل شي هادشي غادي نجيبو يعني النقطة اللي كتعجب كاع العيالات هي العناية بالمظهر الخارجي. وهادي واحد المرحلة اللي خاصك تحاولي تخدمي على المظهر ديالك بطريقة يعني آه، يعني اللي معرفت كيف غنشرح ليكم بالعقل. يعني مثلا العناية بالبشرة البشرة ديالك هي أول حاجة اللي كيلاحظوها الناس وكيهم بزاف يعني مهم بزاف تهلاي فيها. واستعملي يعني منتجات تقدري تستعمليه كمنتجات طبيعية. وأهم حاجة هي تشربي الماء بزاف وتاكلي صحي كما قلت لكم. ومنساوش واقي الشمسي واقي الشمسي المهم سانسكرين واخا زعما هكا تكوني غير في الدار تكوني غير في الكوزينة واخا يكون غير وقت البرد يعني دائما خصك تكوني كديري الواقي الشمسي دائما. وبالنسبة للشعر تا هو يعني جزء مهم من المظهر ديالك. استعملي زيوت طبيعية باش تغطيه لي ماسك. حاولي تقطعي الأطراف ديالو. تفادى يعني استعمال المواد الكيميائية اللي كتضر وداك البروتين وداكشي كامل غا حيدوه من ريوسكم بعدو منه. هداك الشاي مع المدة كيقطع الشعر كيقرضو ما كيخلي فيه غير الليسا فلهذا حاولوا تهلاو فيه. وهنا غنرجعوا يعني حاولوا تصالحوا مع راسكم مع لو كور ديالكم كما هو. حاولوا ديروا اللي عليكم بطريقة صحية. وكنفضل يعني انه كما قلت لكم بالنسبه للشعر ديري ليه كمواد طبيعيه وتهلاي فيه خير من انك ديري ليه مواد كيميائيه ولا كيماويه. فكوني على يقين اي حاجه يعني
يعني نقدروا نقولوا اونغو صناعية ولا كيماوية، ففي الآخر راه كتعود عليك بالمضرة بوان فينال. فهادشي اللي كاين كما قلت لكم بالنسبة للشعر. يعني يعني بعض الأمثلة بحال مثلا زيت الخروع، معروف بلي كيعاون فريمون في تقوية الشعر وفي تطويل الشعر. فهادشي اللي نقدر نقول لكم. بالنسبة للباس هو يعني كل واحد حر في اللبس ديالو، وهو واحد الطريقة باش يعني كل وحدة كتعبر على النفس ديالها وعلى أفكارها غير من خلال اللبس. كنعرفو الإنسان كي داير، فماشي ضروري أولا تشري حوايج اللي غاليين، ولكن حاولي تختاري اللي كيريحك وكيحسك بالراحة، وباللي يعني كتكوني لابساه وانتي comfortable، يعني مرتاحة فيهم. وكوني دائما بسيطة في اللبس ديالك. ف نقدر نزيد واحد النصيحة أخيرة، وهو التطور المستمر. يعني ما غاديش توقفي غير في هاد الشي، خصكي دائما دائما يعني هاد الجلوين اب يكون دائما في حياتك كل واحد المدة. تحاولي تبدلي كل شي في حياتك باش تزيدي لقدام. بدلي المحيط ديالك، بدلي طريقة التفكير ديالك، بدلي من المظهر ديالك، بدلي شتي غير تغيير بسيط كيعاونك تزيدي لقدام. فكما قلت لكم خصكم دائما آه، يعني خصكي دائما تطوري من نفسك باش هكا كديري واحد الخطوة ولا خطوات لقدام. وخاصك دائما تحطي أهداف صغيرة وتخدمي عليهم شوية بشوية، وما تزربيش فاهمة، وما تزربيش. خلي كل خطوة آه، يعني حاجة كتجيب حاجة، فهمتي، وكل حاجة كتجيب وقتها. فهذا هو السر ديال هاد الgrowing up. ويعني باش توصلي لواحد الحاجة خصكي شوية بشوية. يعني نقدر نقول بتعبير آخر التطور اليومي. داك التطور اليومي يعني كتبداي شوية بشوية كتوصلي لواحد الهدف. فما تنساوش دائما القراءة والتعلم. وديجا هدرت في هذا الموضوع في الفيديو اللي قبل، انه دائما يعني واخا تكوني غا جالسة في الدار ديما كوني ديك الانسان اللي كتقلب واللي كتبحث. فماشي غير الصحة والجسم والمظهر اللي كيهمو، حتى العقل خصو يتغذى. حاولي تقراي كتب داكشي اللي كيهمك، سواء في الدين ولا الحوايج اللي كيعجبوك. تعلمي حاجات جديدة ولو تكون بسيطة، ماشي بالضروري يعني يكون في التخصص. إلا كنتي كتقري يعني ماشي بالضروري يكون في التخصص ديالك الدراسي، ولكن حتى يعني حاجات كتفرحك بحال يعني كما ديجا قلت لكم بحال مثلا داكشي الحرف اليدوية، الخياطة، أي حاجة بسيطة، الطبخ، تصنيع الحلويات. ولا حتى كذلك يعني نقراو على يعني السيرة الذاتية مثلا ديال الناس اللي داروا بزاف ديال التغييرات في حياتهم. نقطة أخيرة في التطور المستمر هو الدعم الاجتماعي. فما تنساش باللي الناس اللي كيكونوا دايرين بيك كيلعبوا دور كبير في حياتك. اختاري صحاباتك وصحابك بعناية، والناس اللي كيدعموك وكيشجعوك باش تكوني أفضل نسخة من نفسك هما اللي خصك يعني تبقاي معاهم، وما تخليش الناس السلبية يشدوك يعني ويجروك لتحت. وعافاكم هذه النقطة مهمة جدا. الناس اللي كيكونوا يعني في لونتوراج ديالكم كيلعبوا دور مهم. أنا صاحبتي خصها تكون واحد الإنسانة اللي ديما كتشجعني. أنا الحمد لله كاع صحاباتي بدون استثناء يعني رائعات بمعنى الكلمة، متفائلات بالحياة، مجدات يعني، وديما optimist. يعني أنا فخورة بكل وحدة فيهم، فخورة بصداقتهم، وحتى يعني الانتوراج ديالي كله بحال هكا الحمد لله. فحاولوا دائما تختاروا الناس اللي إيجابية في حياتكم، وهذا الشي غيعاونكم بزاف. وعافاكم إلا كانوا الناس آه يعني خايبين ما مزيانينش كيقولكم غير الهضرة اللي كطيح منكم ولا كتقلل منكم، حيدوهم، فريمون حيدوهم، بلوكيوهم. فختاما هاد الجلوين اب كما قلت لكم ماشي غير للمظهر الخارجي. آه فهو كنتكلموا على الداخل ديالك، فريمون الداخل ديالك قبل ما يبان على برا. خدموا على صحتكم العقلية والنفسية والجسدية،
والعناية بالبشرة والمظهر ديالكم، كلشي داكشي خدموا عليه وحاولوا تبدلوه وبدلوا حاجات، يعني كل ما كتبدلوا حاجات بسيطة في حياتكم غادي تلاحظوا الفرق كبير مع الوقت، وغتوصلوا كما ديما كنقول لكم في أي حاجة بغيتو توصلوا ليها خدموا عليها شوية بشوية مع الوقت، وهانتوما كتوصلوا لداكشي اللي كتمناو. فكنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا البودكاست، وديما فكروا وتذكروا بلي أي وحدة فيكم قادرة تحسن من حياتها وتزيد للقدام بطرق بسيطة، غير خاص تكونوا صبورات وصبارات وتخدموا على راسكم كل نهار، وما تنساوش تشاركوا هذه الحلقة مع صحاباتكم إلا كتبغيوهم، وتخليو تعليقكم، ونشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. تهلاو في ريوسكم، السلام عليكم.